في هذا الفيديو غتشوفوا اخوتي لائحه المنتخب الوطني اللي حط وليد ركراكي اليوم، وغادي نشوفوا شنو قال المدرب وليد ركراكي على اللاعب لامين يامال وبشان تمثيله المنتخب المغربي ولا المنتخب الاسباني. وغنهضروا على الاب ديال لامين يامال وكيفاش قدر بانه يستغل التعاطف ديال المغاربه. راكم عارفين تيلعب على حبلين، المنتخب الاسباني المنتخب المغربي. المهم اخوتي نهضروا اولا على لائحه المنتخب الوطني اللي حطوا المدرب وليد ركراكي، اللي استدعى فيها عده لاعبين جدد وحافظ على اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب الوطني. وغنبداو اخوتي باستدعاء الحارس ياسين بونو. والسؤال اللي طرحته الصحافه على المدرب وليد ركراكي قالت لي واش انتقال ياسين بونو للفريق الهلال السعودي ما غيأثرش على المستوى ديالو، وشنو الراي ديالك انت بالنسبه لهذا القرار اللي اتخذه ياسين بونو؟ جاوبهم اخوتي بكل وضوح، قال لهم بان ياسين بونو حاليا في الثلاثينات من العمر ديالو، يعني بين غادي يفكر باش يدير المستقبل ديالو، يفكر في الفلوس. قال لهم بان ياسين بونو خلى الخلف ديالو كارير اللي كبير بزاف، حقق جوج دوري اوروبي، كيساند الدوري الاوروبي مع اشبيليا، وصل نصف نهائي كاس العالم مع المنتخب المغربي، دا جائزه زامورا متفوقا على الحارس ريال مدريد كورتوا. قال لهم في هذه الانجازات كامل حقق ياسين بونو، وحاليا راه ولا في الثلاثينات من العمر ديالو، بين غيفكر في الفلوس وغيدير مستقبله، لانه من هنا لقدام ما غاديش يعرفوا شنو غادي يوقع. الا فات تنتقل لشي فرقه اللي عيانه ما غيشدش خلصه مزيانه، لهذا فكر بانه يمشي للسعوديه ويدير مستقبله. وقال لهم بان ياسين بونو حاليا باقي في المستوى ديالو، الا شفتو نقص المستوى ديالو راه ما غنتسنى بلا ما تقولوا لي نتوما شنو غندير، انا راه عارف شنو غندير، غنجيب حارس اخر اللي غيكون المستوى ديالو طالع. وبالنسبه للحراس الاخرين اللي استدعاهم، استدعى منير الكجوي، استدعى مطيع ديال الوداد، واستدعى مهدي بن عابد. في الدفاع والاظهره استدعى لاعبين جدد واحتفظ على اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب الوطني، كنايف اكراد، رومان سايس. تكلم كذلك على رومان سايس لانه وقع مشكل بينه وبين الفرقه ديالو الجديده اللي كاينه في الدوري القطري ولا ما عرفتش الاماراتي، بانه ما سجلوش في اللائحه، والفرقه ديالو عندها فقط 7 لاعبين اللي تقدر تسجلهم في اللائحه. وقع مشكل، ولهذا الفرقه ديالو غادي تضطر بانه تصيفطوا اعاره حتى الموسم الجاي وترجعوا وتسجلوا معاه في اللائحه. وانا تجاوب له المدرب اخوتي الصحافه على سبيل المستوى ديالو، قال لهم بان رومان سايس اخر مباريات لعبهم، يعني ما عندوش مشكل، ماشي بقى زعما عنده واحد الفتره ما لعبش، اخر مباريات لعبهم، المشكل يلاه وقع ليه، ولهذا قال لك غادي يبقى مع المنتخب الوطني. وكذلك استدعى لياميق واستدعى لاعبين جدد كعبد الحميد وعبقار. وفي الاظهره كاين يحيى عطيه الله، كاين اشرف حكيمي، كاين نصير مزراوي. وفي الوسط اخوتي اللاعب اللي كنت نتمنى بانه يستدعيه كاين امير تشاريسون، وكاين داك بوشواري، كاين سفيان امرابط، وكاين املاح اللي رجعوا اللائحه، وكاين عز الدين اولاحي اللي رجع من الاصابه، وكاين الخنوس، وكاين الاسم الجديد امين حارث اللي كان مصاب قبل كاس العالم ودابا رجع للائحه المنتخب الوطني. كاين اللاعب الجديد اللي فرحان اخوتي بالانضمام ديالو اللي هو السيباري، لاعب اندهوفن اللي ساهم البارح بجوج ديال الاهداف الفريق ديالو وتاهل دور مجموعات دوري ابطال اوروبا. وبالنسبه للهجوم والاجنحه اخوتي الاسماء واضحه، كاين ابراهيم صلاح، كاين عبد الصمد الزلزولي، كاين ابو خلال، وكاين الكعبي الاسم الجديد، وكاين النصيري، وكاين شديره، وكاين كذلك اللاعب الجديد امين عدلي، وكاين حمد الله اللي توفق مع الفريق ديالو السعودي في اخر المباريات. بعد ما كملنا من اللائحه دابا غندوزو للتصريح ديال وليد الركراكي على اللاعب لامين يامال اللي كيلعب حاليا في فريق برشلونه، واللي ضغطات عليه اسبانيا باش يختار المنتخب الاسباني في هذا السن هذا، لانه عرفات غادي يقدر يختار المنتخب المغربي الا فات دار 20 سنه وضمن بلاصتو مع البارسا. مهم دار التاريخ ديالو في كره القدم. صريح وليد الركراكي اخوتي كان باين، قال لي قمنا بما علينا لكن لا يمكننا فرض اي شيء وهو قرار شخصي بالنسبه للاعب، نتمنى ان يلعب معنا لكن اليوم لا يمكننا ان نؤكد انه سياتي. هذا الشيء كيعني اخوتي بان اللاعب غادي يختار المنتخب الاسباني على المنتخب المغربي، لانه حاجه باينه، بغيتي تضمن مستقبلك وتلعب مع البارسا غادي تختار المنتخب الاسباني. الدري راكم عارفين باقي صغير، راه باين غادي يخاف على الكارير ديالو، هو يلاه بادي عنده 16 عام، ما غيجيو يهرسوا من بدايه المسيره ديالو، راه ما يمكنش، ما غيبغيش هذا الشيء، داكشي علاش غيختار اسبانيا.
وكما معروف من شحال هذه كاع اللاعبين اللي كيلعبوا الفريق برشلونه كيختاروا نيشان المنتخب الاسباني. عندكم الحدادي، عندكم اخو ماش، وحاليا لامين يامال. وكاينين حالات نادره فين لاعب كيكون كيلعب بالفريق برشلونه وكيختار المنتخب المغربي. غير الرجال اخوتي بحال ولد مدينتي اخوتي بني ملال اختار المنتخب الوطني المغربي. وقف عليهم اخوتي كالسبع اخوتي فاش كان لعب المنتخب الاولمبي اخوتي لاعب على كاس افريقيا. ناضت فريق برشلونه قال لي ما غتلعبش كاس افريقيا وغتجي غتلعب معنا. قال لهم لا غادي نلعب مع المنتخب المغربي، ولاح صوره بعالم مغربي كيأكد بانه ما غاديش يمشي لبرشلونه وغيكمل حتى ربح كاس افريقيا. وحاليا ها هو باقي فريق برشلونه حتى نشوفوا فين غادي يمشينا، فرقه غيمشي ليها ولا غادي يكمل مع الفريق. اخر حاجه اخوتي غنهضروا عليها هو الاب ديال لامين يامال اللي بقى كيلعب على المشاعر ديال المغاربه. فاش شاف التفاعل طالع عليه كل نهار كيلوح لك 10 ديال المنشورات اخو. كما تشوفوا كيبقى يلوح بمنشورات بان ولده غادي يمثل المنتخب المغربي، كيبقى ينشر شي الغاز واسرار زعما راه غيمثل المغرب. كما تشوفوا هنا بالتوني ديال المغرب شويه غيتقلب ثاني غادي يلبس التوني ديال المنتخب الاسباني، غيرجع ثاني غيحط لك هذا اللوغو هذا فيه افريكا فوريفر وفيه العلم ديال المغرب. كما كتشوفوا النجمه ها هي ولاو الاحمر راكم عارفين، وغيبدا يحط الاغاني ديال المغاربه راكم عارفين. المهم بقى تيلعب الوتر الحساس ديال المغاربه، والمغاربه حتى هما بقاو متيقين وغاديين مع الهيس ديالو. كيبقاو يلايكيو ليه في المنشورات ديالو، مشاو عند ولدو تا هو تيكتبوا في المنشور في التعاليق. اغلب التعاليق اللي غتكتبوا في المنشورات ديال ولدو كاملين مغاربه، يعني غير المغاربه اللي بقاو كيعلقوا ليه وكيعطيو اهميه وكيزاوقوا فيه باش يجي يلعب مع المنتخب المغربي. الا قلبتوا في التعاليق ما تسيبوش شي اسباني واحد كاين عنده في الحساب ديالو. غنمشيو كاع للصفحه ديال المنتخب الاسباني ما غتلقاش تعليق واحد في اخر منشور كيهضر على لامين يامال. شوفوا التعاليق ها نتوما، ما كاينش واحد تيهضر على لامين يامال. المغاربه بحدهم اللي عاطينو اهميه، في الاخر قولبهم مشى المنتخب الاسباني اخوتي. هادشي معروف علينا حنايا، ديما تنعطيو اهميه اللي ما كيستحقهاش. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، وتحياتي لكم.